زي ما كلكم عارفين، المونتاج هو احد اهم الحاجات اللي بتفرق في الفيديو بتاعك. كل ما كان مونتاج فيديوهاتك افضل، كل ما عجب المشاهدين اكتر، كل ما حصل على مشاهدات اكتر، واكيد فلوس اكتر. علشان كده بحاول اتعلم كل مهارة موجودة في عالم المونتاج علشان فيديوهاتي تجيب مشاهدات اكتر، وكمان اكسب فلوس اكتر وابقى مليونير. غير كده المونتاج هو الحاجة الوحيدة اللي قادرة تنقل مستوى الفيديو بتاعك من عادي لجامد فشخ. ولأن المونتاج هو الحاجة اللي هتخليك غني ومشهور على يوتيوب، حتى كمان حبيبتك تقولك الكلمة اللي بتحلم بيها: أنا بصراحة يعني والنبي قولي وحياة أمك يا رب تخش الجنة. مونتاج فيديوهاتك حلو، مش قلت لك؟ فالنهارده هقول لكم على 5 تريكات هتخلي مونتاج فيديوهاتك صايع. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ زي ما قلت في بداية الفيديو ان المونتاج هو الحاجة الوحيدة اللي قادرة فعلا تنقل مستوى الفيديو بتاعك لحتة تانية خالص. علشان كده انا بحاول اهتم جدا بنوعية الفيديوهات دي، لان انا عارف ان هي بتفرق معاكم جدا زي ما هي بالتأكيد بتفرق معايا. وبالمناسبة قبل كده كنا عملنا فيديوهين من سلسلة ازاي تقدر تخلي مونتاج فيديوهاتك صايع، والفيديوهين دول عجبوا ناس كتير جدا. فالفيديو ده هو الجزء الثالث من السلسلة دي. فبس كده مش عايز اطول عليكم، وخلينا نروح لاول تريك. خلينا نبدا باول تريك معانا، وهي ان انت تستخدم تاثير البيزك 3 دي على النصوص. التاثير ده معروف انك تقدر تستخدمه على الفيديوهات بحيث ان انت تقدر تعمل تاثير ال 3 دي زي اللي انت شايفه قدامك كده. بس التريك هنا هو ان انت هتستخدم نفس التاثير ده بس مع النصوص، فهيبقى شكله اصيع قوي لما تستخدمه مع اي نص، لان هو بيقدر يتحكم في ميل النص لليمين او للشمال، وكمان فوق وتحت، بس بشكل ثلاثي الابعاد. كل الجرافيكس اللي بعملها مؤخرا هي معموله ومبنيه بشكل اساسي على التاثير ده. تاثير خفيف جدا مش تقيل على الاطلاق، وكمان شكله حلو جدا وصايع. كل اللي عليك هو انك هتروح على قائمة التأثيرات وتكتب بيزك 3 دي، هتلاقي التأثير تاخده وتحطه على النص بتاعك، وتقدر تتحكم في أي حاجة سواء الميل أو الدوران بشكل سهل جدا، وتقدر تعمل أنيميشن صايع زي ده. لو التريك دي عجبتك اعمل بقى لايك للفيديو. احد الحاجات المهمه جدا في الاستخدام هي البريسيتس والتمبلتس. لو عايز تخلي مونتاج فيديوهاتك صايع باقل مجهود، حاول تستخدم القوالب الجاهزه بشكل اساسي. انا في الفيديو ده مثلا والفيديوهات اللي فاتت كمان كنت بعتمد على التمبلتس، سواء انتقالات او قوالب او جرافيكس وغيرهم. وعلشان الاقي كل الحاجات دي في مكان واحد بس، استخدمت موقع موشن اري. موقع موشن اري هو بيوفر لك قوالب وبريسيتس جاهزه لكل برامج المونتاج، سواء ادوبي بريمير او دافينشي ريزولف او كمان فاينل كات او حتى كمان بريمير رش. اللي بيميز موقع موشن اري هو ان فيه كل حاجه انت بتدور عليها. الموقع فيه اكتر من 600,000 اسيتس او 600,000 حاجه، سواء انتقالات او بلجنز او جرافيكس او كمان فيديوهات وموسيقى وحاجات تانية. كمان عندهم اضافه حلوه قوي لبرنامج المونتاج اللي انت بتستخدمه، وهي ان انت تقدر تاكسس على الموقع من جوه برنامج المونتاج ذات نفسه، وتقدر تحمل اي حاجه عن طريق الدراج اند دروب من غير ما تحتاج تخش للموقع بشكل اساسي من المتصفح. لا، انت من جوه برنامج المونتاج دراج اند دروب والحاجه بقت موجوده عندك. فارشح لكم جدا موقع موشن اري، لان هي فعلا اداه مهمه وهتبقى مفيده ليك، وممكن تخلي فيديوهاتك 5 أضعاف افضل مثلا، وده حقيقي. طبعا في مفاجاه من موقع موشن اري، وهي ان انت لو هتشترك في الموقع فخش من الرابط اللي موجود تحت في الوصف، هتاخد شهرين ببلاش بالاضافه لشهر وهو اشتراكك الاساسي. زي ما قلت رابط الموقع موجود في الوصف، وخليك صايع واستخدم تمبلتس. نيجي بقى لتالت تريك معانا، وهي ان انت ازاي تقدر تقطع في الموسيقى ولكن بالطريقه الصح. ناس كتير جدا عندها مشكله مع طول مده الموسيقى بالنسبه لطول مده الفيديو اللي انت شغال عليه. يعني مثلا تلاقي تراك موسيقى حلو جدا ومناسب ليك، ولكن للاسف انت مش هينفع تستخدمه لان طول المده بتاعته غير مناسب لطول مده الفيديو اللي انت اساسا شغال عليه. فطول الفيديو وطول الموسيقى الاثنين مع بعض مش مناسبين. اول حل وهو ان انت تستخدم طريقه الاستوديو ريفيرب، ودي كنت اتكلمت عنها في فيديوهين قبل كده. وتاني حل واللي هو بقى بتاع الفيديو ده، وهو ان انت تقطع الموسيقى عادي. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بس استنى، اي قطع انت هتعمله لازم يكون بالطريقه الصح. انا هقول لك على مفهوم مهم جدا في القطع لازم تاخد بالك منه. اعمل كات براحتك طالما هتعرف تظبط رتم الموسيقى، بس كده. يعني مثلا ما ينفعش تعمل كات في حته الريتم بتاعها عالي وتربطها بحته الريتم بتاعها واطي. الريتمين نفسهم مختلفين، فبالتالي وانت بتشغل الموسيقى الودن هتستوعب ان هنا في كات غريب حصل، وكده انت ماشي غلط. بس الطريقه الصح بقى، وهي ان انت لو هتعمل كات مثلا في حته الريتم بتاعها واطي، تربطها بحته الريتم برضو بتاعها واطي، وبين الكات بتاعك تستخدم انتقال الكونستنت باور، وده بيبقى موجود في الادوبي بريمير. هنا بقى انت عملت كات فعلا صح. ليه؟ لان الحتتين الريتم بتاعهم واطي، اذا هم في العادي رابطين مع بعض، وكمان انت حاطط انتقال الكونستنت باور اللي هينعم الفرق ما بين الاثنين. فوانت بتشغل الموسيقى او لو حتى كمان حد بيسمعها مش هيحس ان هنا كان في اي كات. بس اهم حاجه ان انت تظبط الريتم بتاع الموسيقى، هي دي اهم حاجه.
نيجي بقى لرابع تريك معانا، ودي خاصه شويه بالالوان، وهي ازاي تقدر تعمل الجلو افكت. ممكن تكون ملاحظ من اول الفيديو ان في احساس غريب شويه كده في الصوره اللي انت شايفها دي، حاسس ان في شويه توهج في الالوان وفي الاضاءه. ده تاثير اسمه الجلو، وهو في الاساس بيتعمل عن طريق فلتر زي ده اسمه فلتر البرو ميست، وده بيتحط على العدسه فبيديك الافكت اللي انت شايفه. ولكن في الفيديو ده احنا مش هنستخدم الفلتر، احنا هنعمله بالمونتاج. كل اللي عليك هو انك هتحط ادجستمنت لاير فوق الفيديو بتاعك، وبعدها تروح على اللوميتري كلر وتفعل حاجه اسمها الاتش اس ال سكندري. بعد كده تفعل اللوميننس وتخلي السلايدر من قدام زي ما انت شايف كده، بحيث ان هو يشوف الحته المنوره قوي بس في الفيديو. بعد كده تفعل التشيك بوكس وتخليه على وايت اند بلاك. تاني خطوه هي ان انت هتروح عند نافذه الافكتس وتجيب تاثير الجوجن بلور وتحطه على الادجستمنت لاير، وهتخلي البلورنس بتاعتك على 400. بعد كده هتفعل حاجه اسمها ريبيت ايدج بيكسلز في التاثير ده، وتخلي البلند مود بتاعك على اوفرلاي. واخر حاجه هتعملها هي ان انت هتظبط الاوباسيتي بتاعتك حسب ما تشوف ان التاثير كده كويس. وبس كده، ده كده قبل وده كده بعد. التاثير ده حلو جدا وانا بحب استخدمه لان هو بيدي احساس كده بيبقى حلو قوي للصوره. المره دي بقى لو التاثير عجبك انزل اعمل سبسكرايب لو انت ما عملتش. لو شفت فيديو التريكات اللي فات كنت اتكلمت فيه عن ازاي انا بقدر اعمل تاثير 3 دي اللي زي ده في المونتاج. لو عايز بقى تخلي التاثير ده افضل ويبقى واقعي اكتر، هتستخدم التريك اللي في فيديو النهارده، وهي انك هتعمل ملمس او تكستشر للمشهد بتاعك. زي ما كلنا عارفين ان الشاشه نفسها مكونه من بكسلات عادي، اذا التكستشر بتاعك او الملمس بتاعك هو ملمس بيكسلز. كل الفكره بقى انك هتجيب المشهد بتاعك عادي جدا وهتعمل له نست، بعد كده تجيب تاثير البيزك 3 دي وتعمل تاثير الشاشه بتاعك عادي جدا زي ما انت كنت بتعمله. بعد كده بقى هتدبل كليك على النست اللي انت عملته، وانا بقى انا هسيب لك رابط في الوصف في الملمس او التكستشر بتاع الشاشه. كل اللي عليك ان انت هتجيب الصوره بتاعتك دي وهتحطها على المشهد بتاعك من جوه النست سيكونس، واخر حاجه ان انت هتغير البلند مود بتاع الصوره تخليه على مالتيبلاي. طبعا هتظبط الاوباسيتي زي ما تشوف ان النسبه دي هي فعلا مناسبه للمشهد اللي انت شغال عليه. فده كده قبل ما نحط التاثير، وده كده بعد التاثير. التاثير ده حلو جدا وواقعي وبيظهر الشاشه كده كانها فعلا شاشه حقيقيه فيها بيكسلات وفيها كل الحاجات اللي انت بتشوفها بعينك. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا لفيديو النهارده. اتمنى ان فعلا الفيديو ده يكون مفيد بالنسبه لك وتكون استفدت بعض التريكات اللي انت ما كنتش تعرف عنها حاجه. فبس كده، اعمل بقى لايك للفيديو لو انت ما عملتش لايك، واشترك في القناه لو انت ما اشتركتش. ولو عايز تتواصل معايا بشكل شخصي فهسيب لكم رابط الانستجرام في الناحيه دي تقريبا. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.